مساء الخير. وصفتنا النهاردة هنعمل فيها الديك الرومي بتتبيلة مميزة جدا، هتخلي طعمه حكاية وهتنقل طعمه في حتة تانية خالص. كمان هيطلع معاكوا طري وجوسي جدا. شايفين ازاي مستوي؟ تعالوا نشوف هنعمل الخلطة الحكاية دي ازاي. بس قبل ما نبدأ الوصفة، أنا ولاء السعيد ودي قناتي. لو انتوا شفتوني قبل كده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو انتوا أول مرة بتشوفوني اشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. أول حاجة هنعملها هنحتاج نعمل محلول لنقع الديك أو البراين. هنعمله ازاي؟ هنحط على النار شوية مية صغيرين كده ونحط فيها التوابل اللي معانا دي. هي عود قرفة خشب وكم فص حبهان وشوية فلفل اسود وورق لوري وكم فص قرنفل، ولو في نجمة ينسون ممكن نحط واحدة او اتنين في المحلول، ونسيبهم لحد ما يغلوا معانا على النار عشان تطلع الزيوت العطرية بتاعتهم. بعد كده في علبة كبيرة عندنا هنملى نصها مية ونفضي فيها التوابل اللي احنا عملناها غليناها في المية دي، ونحط معاها قشر برتقان ونعصر ليمونة او ليمونتين كبار ونحط برضو قشرهم في المية. هنضيف كمان نص كوباية خل ابيض ونص كوباية سكر ونص كوباية ملح، وممكن كمان تضيفوا بصل متقطع مكعبات وشوية فصوص توم. طبعا الحاجات دي كلها بتضيع اي زفارة موجودة معانا في الديك وبتخلي اللحم بتاعه طري ونكهته حلوة. هنحط الديك بتاعنا في المحلول اللي احنا عملناه ده، واهم حاجة تكون المية مغطية الديك، يعني هنزود مية كمان لحد ما نتأكد ان المية مغطية الديك للاخر. وهنسيبه منقوع في المحلول ده على الأقل يوم بليلة كاملين، يعني 24 ساعة. طبعا كل ما الفترة بتطول كل ما بيطلع معانا طعم الديك أحلى. دلوقتي هنعمل الخلطة اللي هنغطي بيها الديك من بره. هنحط تقريبا 200 جرام زبدة، عليهم معلقة ونص ملح ومعلقة صغيرة فلفل أسمر مطحون ورشة جوز الطيب. هنضيف كمان معلقة صغيرة حبهان مطحون ومعلقة صغيرة جنزبيل مطحون ومعلقة كبيرة بصل بودرة ومعلقة كبيرة توم بودرة ومعلقة كبيرة بابريكا. وهنخلط كل المكونات دي مع الزبدة، وطبعا الزبدة لازم تكون عندنا طرية بدرجة حرارة الغرفة عشان تكون سهلة معانا في التقليب ونقدر نهرسها كويس مع التوابل. ده شكل الزبدة، هتبقى عاملة معانا زي الكريمة كده بعد ما نقلبها مع التوابل. وكده الزبدة بقت جاهزة اللي هندهن بيها الديك من بره. بعد ما الديك اتنقع يوم بليلة كاملين في محلول البراين هنطلعه منه، وبعد كده هنسيبه على جنب يصفي كويس جدا من المية بتاعته بحيث ما يبقاش فيه اي مية. وناخد خليط الزبدة اللي احنا عملناه ده ونبدأ ندعك بيه الديك كويس من تحت الجلد ومن بره ومن جوه ومن كل حتة زي ما انتوا شايفين معايا كده. ولأن صدر الديك الرومي بيبقى دايما أكبر وأنشف حتة في الديك، فلازم نتوصى كويس بالزبدة عند صدر الديك الرومي. أنا فضلت إن أنا أشرخه بالطريقة دي علشان أقدر أحشيه زبدة كويس فيطلع معايا طري ما يبقاش ناشف وينشف في الفرن. فهنيجي عند صدر الديك الرومي ونعمل فيه فتحات بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أحشيها زبدة من جوه ونتبلها كويس بالزبدة. ده الديك بعد ما تبلناه كويس وغطيناه بالزبدة كده من كل حتة، هنبدأ ان احنا نتبله من جوه كمان بجزء من الزبدة عشان يطلع معانا طري، وكمان عشان لو هنحشيه خضار او نحشيه اي حاجة من جوه الزبدة والتوابل دي بتدي طعم حلو جدا للخضار. انا هنا هحشيه، حطيت فيه بصلة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، بصلة كبيرة على بعضها وجزر متقطع حلقات وبطاطس. وبعد كده هنبدأ ان احنا نلم الرجلين على بعض ونربطهم بالخيط عشان يطلع معانا شكله حلو في التقديم. بعد ما نربطه هنحطه في الكيس الحراري اللي هيدخل بيه الفرن. لو مش موجود الكيس الحراري هنعمل ايه؟ هنغطي الديك كله بورق زبدة وبعد كده هنغطيه بفويل وندخله الفرن. انا هنا هستخدم الكيس الحراري فهحطه في الكيس الحراري بالشكل ده وهندخله فرن على درجة حرارة 200 على حسب وزن الديك. كل كيلو في الديك بياخد ساعة الا ربع في الفرن.
وما ننساش قبل ما نطلعه من الفرن بنشيل الكيس الحراري وبنسيبه حوالي نص ساعة في الفرن عشان يتحمر وياخد لون حلو. انا هنا هقدم الديك مع رز اصفر، وهسيب لكم طريقة عمل الرز في صندوق الوصف. وده شكل الديك بعد ما طلع من الفرن واستوى. شايفين لونه حلو ازاي؟ حقيقي اللون وهمي والريحة تحفة. انا نفسي تكونوا شمينها زي ما انا شمها دلوقتي، ريحتها خرافة. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش اذا عجبتكم الوصفة اعملوا لايك للفيديو، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني اشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة.